السلام عليكم. شهدنا ملحمة كروية في نهائي شباب إفريقيا. حرب الرجال قامت في نهائي الكأس الإفريقي. قذيفة مصرية واستبسال من الفراعنة، وفنية مغربية ذكرتنا بالأمير الكرواتي لوكا مودريتش. معركة كروية استمرت ل 120 دقيقة. مباراة كان عريس كأسها أسد الأطلس لأول مرة في تاريخه. مباراة تأهل فيها المنتخبان إلى أولمبياد باريس 2024. ورغم التأهل كان هناك إيجابيات وسلبيات وجب أن نذكرها بدون تحيز. اضغط زر الاشتراك لنبدأ مع بعضنا رحلة 10,000 مشترك، ولا تنسى زر الإعجاب وأعطني رأيك في التعليق. وبسم الله بدأنا. بدأ المنتخب المصري اللقاء بدون تغيير في أسلوبه، حيث دخل بتشكيلة 4-3-3 مع اعتماده على ثلاثي خط الوسط القوي. أما المنتخب المغربي دخل بتشكيلة 4-2-3-1، وتفوق ميكالي على عصام الشرعي تكتيكيا بل رسميا طغى عليه في الأسلوب. وجاءت أول التهديدات في الدقيقة الثالثة، تسديدة أحمد عاطف التي تصدى لها بالعروش بنجاح. وكان واضحا أن أسود الأطلس لم يدخلوا في أجواء المباراة، وفعلا استغل الفراعنة ارتباك المنتخب المغربي، وفعلا جاء الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة 10، وبعد صاروخ لا يصد ولا يرد من أحمد عاطف وقف له بالعروج غير قادر على الحراك. تسديدة تذكرك بأساطير الكرة الكبار. واستمر الضغط حتى الدقيقة 17 لتأتي الصاعقة على المنتخب المصري. طرد صاحب الهدف أحمد عاطف بعد تدخل العنيف على الزلزولي. بالمناسبة الزلزولي طغى وتجبر على الجانب الأيسر، لكن الانضباط التكتيكي العالي للفراعنة حد من خطورة الزلزولي وضغط المنتخب المغربي، لكن تكتل الفراعنة في وسط الميدان والدفاع حد من خطورة أسود الأطلس. واستمر الضغط من عمق الملعب ومن الجهة اليسرى، أما الجهة اليمنى لا أحد حتى الدقيقة 34. ولأول مرة دخل الجوهرة بلال الخنوس من الجهة اليمنى، حيث أخذ الكرة وبعرضية ساحرة يصنع الهدف الأول لأسود الأطلس. يا إخوان فعلا بلال الخنوس جوهرة، الفتى رسميا موهبة. يا أخي شوف لمسات مودريتش ولمسات الخنوس، الفتى مشروع نجم في المستقبل. ولا ننسى البكراوي في هدف المغرب، وسنعطيه حقه بالكامل. البكراوي أحسن التمركز وبتفاهم كبير مع الخنوس، انقض البكراوي على عرضية الخنوس كما تنقض الأسود على الفريسة. البكراوي القناص الموهبة يجعلني أسأل نفسي، حمد الله في المنتخب الأول والبكراوي لا؟ في رأيي الشخصي أن حمد الله لا يستحق أن يكون أصلا في المنتخب الأول. وأخبرني برأيك في تعليق. واستمر تضييع الفرص من الفريقين حتى نهاية الشوط الأول، واستمرت الأمور على حالها في الشوط الثاني مع استحواذ الأسود واستبسال الفراعنة رغم النقص العددي، إلى أن جاءت الدقيقة 105. ضربة حرة مباشرة على حدود مرمى المنتخب المصري، والزلزول الماكر يخدع الكل بعدما أوهمنا جميعا أنه سيسدد، ولكن مررها إلى القادم من الخلف تيرغالين الذي سدد كرة أرضية لا تصد ولا ترد. وكان هذا الهدف تتويجا للمغرب بكأس إفريقيا للشباب بعد الفوز بهدفين لهدف. في رأيي الشخصي الأسماء الموجودة في المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة هي أسماء أكبر من المدرب عصام الشرعي، وأكن كل الاحترام للمدرب عصام الشرعي. ونأتي لأسباب انتصار المنتخب المغربي. السبب الأول الجمهور المغربي من أروع الجماهير في كرة القدم، والعالم أجمع شهد على ذلك، وخصوصا بعد المونديال التاريخي في قطر. والسبب الثاني قيمة ومهارات اللاعبين. فالهدف الأول جاء من مجهود بلال الخنوس الذي افتك الكرة بعد هفوة دفاعية مصرية، والهدف الثاني جاء من مكر ودهاء الزلزولي. لذلك أنا أقولها، المنتخب المصري لعب تقريبا مباراة كاملة ب10 لاعبين، ورغم ذلك انتصر المنتخب المغربي بصعوبة كبيرة. نأتي الآن للجانب الإيجابي في الموضوع، أن لاعبي المنتخبين عندهم مستقبل كبير، والدليل أن أفضل لاعب في البطولة هو المصري إبراهيم عادل، وهداف البطولة المغربي الزلزولي، كما أنه هو صاحب أكثر تمريرات حاسمة في البطولة. كما نال المصري حمزة علاء جائزة أفضل حارس. وفي الختام نتمنى من المنتخبين أن يشرفونا في نهائي أولمبياد باريس 2024. ولا تنسى الاشتراك، ودمتم في رعاية الله.